السلام عليكم. يا سلام. السلام عليكم ورحمة الله. معكم علي أكبر معرجاني في العالم، يرحب بكم ويقول أهلا وسهلا، شرفونا حبابنا، أهلا وسهلا، شرفونا بابنا، شرفتونا يا حبايب، طفوا نور الكهرباء. هذه كانت كما جاء في الروايات أنه كان سيدي يرحب بالضيوف بهذه الطريقة. برنامج علي أكبر معرجاني في دروس رمضانية يستفيد منها الإنسان حاجات كثير ما نشتش نذكرها. شوف هذا كله من الاستفادة من الدروس، كلما جاء درس زاد الخواتم. عموما كما سنشاهد هذا الفيديو المقطع ونعلق عليه. يقول جويرية هوت الشمس طاحت، يعني شلون يقول رمح، وإذا أنا يقول بقيت مرابط أن علي بن أبي طالب سلام الله عليه لازم يصلي، يعني هو مو معقولة، لازم عنده تبويب فقهي. وصلنا يقول لهذا المكان بعد ما كملنا من المعبر ووصلنا لهذا المشهد، وإذا بعلي يلتفت إلي قال جويرية أذن، إحنا ما صلينا. قلت له سيدي أذن للظهر لو للمغرب؟ قال المغرب قريب. قال لا أذن للظهر. يقول انتبهت لشفتي علي سلام الله عليه، وإذا بهما تتحركان بما يشبه السريانية، وإذا بالشمس تعود ولها صرير كصرير المنشار في الخشب. سنتكلم اليوم على مناقب أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين، بطل المشارق والمغارب، الأشجع لا أنا كيدين لا عنده لأن أنت عارف أنا مع القولون ما عاد بنتذكر حاجات كثيرة. عموما كما تعرفون أن الإمام علي كرم الله وجهه عندما فاتته صلاة العصر رد الشمس بيده حتى يصلي العصر. وهذه معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، تفضل. أولا نبارك لك هذا الظهور الجميل وهذا الوقار الرهيب، بصراحة الصورة اليوم أجمل من أي يا وقت سلام مضى. شكرا لك، تفضل يا أخي. نحن لا نحب المدح والهجيج. أنت تحب المدح؟ لا أحب المدح والهجيج. أنا آسف على مدحي لك، أنا آسف. الخمس. تفضل. لدي سؤال يا مولاي، تفضل. هل يجوز جمع صلاة الظهر مع العصر؟ كيف هل يجوز؟ بل هي فرض، لأنه لا يوجد في صلاة عصر، هي صلاة ظهر وعصر في نفس، تجمع الظهر والعصر، كما جاء عن الإمام علي وعن الإمام الحسين وعن أئمتنا جميعا أنهم لم يصلوا العصر في فرض، كانوا يجمعونها وهي كما جاءت، ولكن النواصب حرفوا أوقات الصلاة كما حرفوا القرآن كما حرفوا كل شيء. وهذا يعني ليست هل يجوز، بل هي واجب، وإنما الحرام أن تصلي العصر في وقت والظهر في وقت. معنا اتصال. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يحفظك. هل أنت من بني إسرائيل الذي دائما يزيدوا الاستفسارات؟ أنا من بني حشيش. يعني يمني؟ أي نعم. حياك. الله يحفظك. عندي سؤال بس. تفضل. أنت قلت أن الإمام علي كرم الله وجهه بعد الشمس بيده، صح؟ طيب ليش ما قدرش يرد جيش معاوية؟ لماذا لم يقدر يرد جيش معاوية؟ لماذا لم يقدر؟ نعم. أي ما هذه يقدر؟ يستطيع. أنت عارف ليش مستر يردهم؟ متفرقين. أما الشمس كانت باردة وقت الزوال، وهم كانوا حامين عيال هو المشايخ كانوا حامين على الإمام علي عليهم لعنة الله، ما حرك عموما نشاهد هذا الفيديو. يروي الإمام الباقر عليه السلام يقول: هرول الإمام بعد قتل مرحب، أخذ الباب تترس بها ودخل إلى حصن اليهود وهو وحده يقاتلهم. ولذلك ابن أبي الحديد يقول هذه القصيدة العينية:
يا صاحب الباب التي عجزت عن حملها أكف 40 و4. الباب حمل بيد يتترس به، ودخل إلى الحصن وفتح الله على يديه. كما تعلمون أن الإمام علي في خيبر اقتلع باب خيبر بيد واحدة، بل وأخذه وجعله درعا في يده، وكان يقاتل اليهود والمشركين. ومعنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا أسألك في هذا الكلام اللي بتتكلم أنت به. تفضل. علي بن أبي طالب قالوا أنه رفع الباب بيد واحدة. نعم بيد واحدة ثم ذهب. وسمعنا في الرواية أن الباب طوله 8 متر وعرضه 6 متر، يعني كيف رفع بيد واحدة وهو خشب؟ لا، يقال أنه كان ألمنيوم. ألمنيوم؟ ما كان بش ألمنيوم هذيك الأيام، صلي على النبي. لا مو موجود ألمنيوم يا لغية. كل والله. نعم. تمام، ما هو ألمنيوم يكون خفيف. الألمنيوم أيضا كان، لأنها يقال أن خيبر كانت السنافر. كانت قرية السنافر، والله أعلم. أنا لا، هو عندما أخذه وننتقل إلى الفيديو الذي بعده. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يعبر أحدكم الصراط إلا وبيده صك من علي بن أبي طالب. زين، فسألوا واحد من علمائنا قالوا له: حتى رسول الله؟ قال: هم حتى رسول الله. فعلي يعتبر قسيم الجنة والنار، لا يدخل الجنة أي شخص إلا وقد أخذ صكا من الإمام علي. ومعنا اتصال. سيدي السلام عليكم. وعليكم السلام. من صعده يا خبير؟ أهلا يا خبير. أيش هذا خبير؟ من صعده. ماذا ما معناه يا خبير؟ يعني يا سيدي. يعني أي واحد يا سيدي يا خبير. أيوة. وهذه عجائب أهل اليمن، كما جاء في الروايات أنه جاءنا ابن اليمن بهذا آداب اليمن وبها يظهر سيد الأنام. تفضل. بدنا ما كنا زوامل ساعة سليت يا خبير. سيدي، لكن احنا نشتي الصك، يعني سكه مدرق ولا ايش؟ لا يا حمار، ليس سكه مدرق. الصك هو مثل السند. سند ماذا؟ مثل السند حق الزكاة ولا حق الضرائب حق القعد. صك أي جواز من الإمام علي. عندما جواز من الإمام علي صك، يعني لا يدخل الجنة أحد إلا بصك، أي لا نعرف هو ختم أم سند أم ماذا، ولكنه صك. جواز؟ قلت لي مثل الجواز يا خبير. أيوه. دخول ويكون خروج. تأشيرة دخول الجنة والخروج. خروج نهائي من الدنيا. قفل هذا الاتصال لغياه. ومعنا اتصال. السلام عليكم. السلام. سمعنا وقرأنا في الروايات أن الإمام علي حفظ القرآن وعمره 3 سنوات. كما قال في الرواية أنه حفظه وعمره 3 أيام. 3 سنوات ولا 3 أيام؟ 3 أيام يا حمار. أنت لا تفهم ولا تعرف هذه الأشياء. حفظ القرآن قبل أن ينزل على الرسول. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. ومن قال يا علي مرتين؟ 38,000. طيب 3 مرات؟ الله لا وفقك. يعني يمكن 45. 4 مرات؟ يا حمار، يكفي واحدة يا حسد يا طمع يا هور يا هبد. 18,000 مرة. 18 أنت احسبها. لا يجوز. أنت يا مخرج خلاص نمشي لنا ولا هنجلس لك احنا وهول الناس؟ الو. السلام عليكم. هذه الاتصالات. مهرجاني. مرحبا. عندي سؤال والله شيء ثقيل عليكم. تفضلي. بس اشتي اعرف حاجة بسيطة بس. تفضلي. ايش الفرق بين الله وبين علي؟ لا يوجد فرق، سوى أن الله هو الخالق وعلي هو المخلوق. وطرحي رقمش عند هذا الاتصالات اللي اتصلتي الآن. مع السلامة أيها القوم.